تعرف ان نسبة 70% من الموظفين اللي بيسيبوا شغلهم مش بسبب المرتب؟ تعال احكي لك قصة بسيطة. شاب موهوب اتعرض عليه مرتب اعلى في شركة تانية، المهم رفض. الناس استغربت، بس هو كان عارف سر مش كل الناس كانت عارفاه. السر ده هو اللي هنكشفه النهارده. تخيل معايا مطعم انت بتروحه مرة والاكل فيه حلو وعجبك جدا، بس للاسف انت ما رحتوش تاني. طب ايه السبب؟ لان التجربة نفسها ما كانتش حلوة. وتعالى اقول لكم على 3 حقائق لازم يعرفها كل صاحب مشروع. اول حاجة، المرتب هو فرحة وبتعدي، بتفرح الموظف يوم او يومين في الشهر، والحماس بتاعه بيبدأ يقل مع الوقت، والمرتب ما بيكونش كافي علشان يخلق عنده ولاء للمشروع. تاني حاجة، بيئة العمل هي سر السعادة، بتحمسك كل يوم، بتخليك جزء من العيلة، بتزود عندك وبتزرع فيك الولاء. 3، الفرق بين النجاح والفشل. المرتب بيجيب المواهب فعلا، البيئة الكويسة هي اللي بتخليهم يستمروا في الشغل. طيب والإبداع بيزيد في المكان المريح، وركز في النقطة دي، الإبداع والشغل الكويس بيزيد دايما في المكان المريح وبيئة العمل الكويس. خلاصة النهاردة، اصرف على بيئة العمل قبل ما تصرف على المرتبات، ركز على بيئة العمل قبل ما تركز على المرتبات. وسؤال النهاردة، ايه اكتر حاجة انت بتحبها في شغلك؟ شاركنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناة عشان ده بيحفزنا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.